25 اساسا الاتفاق ان هم يعملوا وقفه احتجاجيه تنتهي بان هم يطالبوا باقاله حبيب العدلي، ويطالبوا بوزاره احمد نظيف، باقاله وزاره احمد نظيف وتعديل مواد الدستور. دي كانت المطالب. دي مرحله. قولي لي بقى كيف اتعامل معاكي، لان انا قدامي بالظبط نجاة، معلش انا اسف دقيقتين بالظبط. بالظبط عشان مش عايزين. قولي لي المجلس العسكري والدوله اتعاملت معاكي ازاي؟ لا بصراحه هم عرضوا عليا حاجات كتير جدا، عرضوا عليا شغل، عرضوا عليا مبالغ ماليه، عرضوا عليا حاجات كتير جدا. ناس محترمه قوي بصراحه. كانوا تعويض لانك انت سبت شغلك يعني حتى انا ما انساش كلمه من اللي هو حسن الرويني، بصراحه قال انت زي بنتي، فاللي احنا بنديهولك ده حقك، ده من مصر. قلت له معلش، مصر المفروض الكل بيخدمها، ما بيستناش يعني الواحد لو مامته تعبانه وقعد يمرضها ما بياخدش حق ما بيمرضها، فانا بلدي مريضه مش هاخد حق. شايفه الرئيس عبد الفتاح السيسي ازاي يا نجاة؟ لا شايفاه هو ده الزعيم اللي كنت انا اتكلمت عنه من 2007 في كتاب، قلت ما احوجنا الى ناصر الان. كان في كتاب انا عملته في 2007. بتحبي الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ طبعا، وانتخبته، واول مره على فكره شارك في انتخابات رئاسيه بالمناسبه يعني. يعني ما بديش صوتي. ناس كتيره جدا اول مره برضه. يعني انا ما بديش صوتي اهو. الكتاب الغلاف بتاع الكتاب اهو، اللي كان من 2007. انما برضه انا ما احوجنا الى ناصر الان. كنت بحلم بناصر جديد. انت شايفه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي نموذج متطور من الرئيس عبد الناصر؟ بالظبط. بصراحه لانه يعني حد عفي اللسان. كمان انا شايفه لا انا كمان الجيش بتاعنا بصراحه اتحمل البلد وشال مسؤوليتها بفتره صعبه جدا وباقل الامكانيات، وقدر ان هو يحبط المؤامره في وقت قليل جدا في الداخل وفي الخارج. بالظبط. يعني عندك حق. اخر كلمه تقوليها ايه في حلقتنا النهارده؟ عايز اقول احنا مستنيين بكره يبقى احسن. نفسي بجد انسى الايام يعني مش 5 سنين برضه عشان نقول مثلا السنه الاخيره دي كويسه، بس ذكريات بجد اتمنى ان انا انساها بجد. يعني استحاله. لسه عندك مراره ووجع نجاة؟ مراره. انا كل شهر يناير، انا اول مره اخد بالي ان انا متجوزه في شهر يناير 21 يناير اول مره اخد بالي، قلت ده الشهر ده يسود من اوله. طيب بقى عندك نوع من انواع الرضا خلاص المساله شويه، ولا لسه بتعاني؟ لا طبعا بعاني. لو الزمن رجع هتعملي اللي انت عملته؟ هعمل نفس اللي عملته. وفي قناه المحور؟ هاجي لك قناه المحور تاني؟ اطلع على كل القنوات. يعني انا كان بيجي عليا وقت ماشيه في الشارع باللابتوب بتاعي الصغير وماشيه بالورق، وكل واحد اقابله بص والله العظيم مؤامره. حضرتك فاكر يعني كنت ماشيه بكل حد اقابله عماله احكي له زي المجانين كده، انت بتدور على اي حد يصدقك. انت عملت اللي عليكي وعملت شغلك كصحفيه. انا بحييكي وبقدرك، وانا ما فيش مناسبه نجاة غير لما اطلع واشيد بيكي. والله عارفه والله يا استاذ سيد، وحضرتك اتظلمت بسببي بصراحه. بتمنى ان فعلا يتم تكريمك على اعلى مستوى. لا انا مش مستنيه اي حاجه، عايزه بلدي بس تبقى كويسه ان شاء الله. مش منتظره اي حاجه. وبتمنى كمان ان كتير من المؤسسات الصحفيه بجد، لو في مؤسسات صحفيه محترمه، نجاة عبد الرحمن صحفيه محققه صحفيه محترمه مش محتاجه واسطه، انما هو لازم الناس تجري وراها لانها مخلصه جدا في شغلها. هي عملت اللي عليها وقالت كلمه في وقت الرجال كتير جدا عجزوا على ان هم يقولوها، انما نموذج لمراه مصريه محترمه لما حست ان بلدها بتضيع طلعت وعملت كل حاجه وواجهت الدنيا كلها ودفعت الثمن اضعاف كتيره جدا جدا جدا. بشوف بعض الناشطات وبعضهم اللي هم باعوا وعملوا بيتكرموا وطالعين في البرامج وبيحتفوا بيهم، انما البلد دي زي اي عسكري بيموت وبيضحي. نجاة عبد الرحمن وناس كتيره جدا زيها عملوا ده واكتر شويه. مش عايز اشكرها لان ده المفترض كل مصر يعمله. في لحظه من اللحظات المحترم هو اللي بيقول كلمه حق في الوقت المناسب مش بعدها. نجاة بشكرك مره ثانيه. في كتاب نازل يوم الخميس ان شاء الله. ان شاء الله اسمه مغامرات صحفيه لكشف الربيع العبري. مغامرات صحفيه لكشف الربيع العبري، هتبقى فيه حاجات كتيره جدا جدا لنجاة عبد الرحمن. بشكرك مره ثانيه واحييكي، واتمنى ان كتير جدا جدا يبقوا زيك ويبقوا على دار مثل الدرجه الوطنيه دي كلها. مره ثانيه عايز اقول لحضراتكم ان الكلام اللي اتكلمنا فيه اتكلمنا عن فئه محدوده جدا كانت في ميدان التحرير وبعد كده، ولكن الغالبيه العظمى 99% من اللي نزلوا كانوا ناس عندهم حسن نيه، وكانوا ناس بيعبروا عن انتفاضه وبيعبروا عن ضيقهم من بعض الامور وكثير من الامور اللي كانت حاصله، لان كان الهدف وقتها انه بعض هؤلاء القله يشيعوا في ميدان التحرير في الناس كلها دول بيقولوا علينا كلنا ان احنا متآمرين، وهذا مش صحيح لان ده عار. اللي حصل ان نجاة عبد الرحمن لما كشفت بعض التآمر الناس اللي سافروا وهم عددهم بكتير كانوا 500 والتانيين المتعاطفين معاهم مش هيزيدوا عن 1000، انما اللي نزلوا كانوا ملايين. دي الحقيقه اللي البعض حاول كتير قوي ان هو يطمسها. والله يسامح اللي افترى واللي باع
واللي زور واللي خان واللي قبض الثمن.